اهلا وسهلا بحضراتكم. انا الدكتور محمد سلام، استشاري جراحات السمنه والمناظير. النهارده معانا مريضه نهله 31 سنه، وزننا 115 كيلو، طولنا 155 سم، عندنا مقاومه انسولين وعندنا كسل في الغده الدرقيه. حاولنا نعمل دايت اكتر من مره والتزمنا وما كانش فيه نزول في الوزن الزايد. قررنا كان عمليه الساسي، هي عمليه وسط ما بين التكميم والتحويل. خلينا نشرحها لحضراتكم. عملية الساسي هو بيتم استئصال 80% من حجم المعدة، ده المعدة اللي تم استئصالها. بيتم تصغير حجم المعدة عشان نقلل كميات الأكل، نفس خطوات عملية التكميم باستئصال قبة المعدة اللي بتفرز هرمون الجوع. بيتم عمل تغليف لصف الدبابيس عشان نحمي المعدة صف الدبابيس من التسريب أو النزيف. بعد ما بنخلص إجراء عملية التكميم بيتم عمل توصيلة ما بين المعدة والأمعاء عشان نقلل امتصاص الأكل بدون ما نلغي مخرج المعده. هنا دوت مخرج المعده، ده مخرج المعده، المسار الطبيعي للاكل. قبل مخرج المعده بنعمل توصيله ما بين المعده والامعاء عشان يكون في مسارين للاكل. المسار الطبيعي العادي الاكل بيعدي منه هنا تلت الاكل، وفي مسار جديد ما بين المعده والامعاء ينزل فيه الاكل هنا يقلل امتصاص الاكل. عمليه الساسي هي مناسبه لمرضى السكر، مناسبه لمرضى مقاومه انسولين، سمنه هرمونيه. عمليه الساسي هي عمليه اقوى من عمليه التكميم، وسط ما بين التكميم والتحويل. بنحتاج فيتامين 3 سنين 4 سنين، وان شاء الله نطمنكم عليه على خير.